طيب تتوقعوا كده مين احسن مطعم بيعمل وجبه اطفال في مصر؟ يعني انا جبت 6 وجبات اطفال مختلفه ب6 اشكال مختلفه من 6 مطاعم مختلفه: بافلو برجر وهولمز وبازوكا. والغريب بالنسبه لي ان الوحش برجر بيعمل وجبات اطفال يا جدعان، اللي هو ده سندوتشاته قد كده. وجبه الاطفال هيبقى شكلها عامل ازاي هنشوف. ومعانا برده مسلم، واخر واحد معانا هو بيتزا كوين. وعايز اقول لكم يا جدعان ان انا معايا تشكيله العاب مجرمه جدا من المطاعم دي، فلايكك وشيرك بقى عشان عايز الفيديو ده يلف مصر كلها عشان نبقى نعمل جزء تاني منه. ويلا بينا بقى نبدا. اول حاجه مع اكتر واحد انا مستغرب هو بيعمل وجبات اطفال ازاي، وهو الوحش برجر. حط بقى ايه كل ده على جنب دلوقتي. هو الصراحه الباكنج بتاعه مش بتاع اطفال، يعني تحس ان انا داخل بهديه لخطيبتي مثلا. اول حاجه معانا في هذه الشنطه وهو يعني الساندوتش يا جدعان، وتاني حاجه معانا هو عصير مع الباكت اللي فيه المناديل والحاجات التانيه، واهم حاجه طبعا بالنسبه لاي طفل وهي اللعبه. والوجبه دي يا جدعان سعرها 125 جنيه. يلا بينا بقى ايه نفتح اللعبه. ماشي. طبعا ايه دي عربيه كارز. انا مثبت في كل مطاعم انها لعبه بنات، ممكن ابقى اعمل جزء تاني ولعبه ولاد، بس الصراحه اللعبه شكلها حلو. طبعا ايه ويعني واضح انها غاليه. طبعا دي ايه اللي هي بتعملها كده يعني، هي الترابيزه ناعمه بس هي شغاله يعني. ماشي، يعني هي عربيه بتمشي لوحدها. ماشي لذيذه والله. شكلها حلو. يلا بينا بقى نخش على السندوتش. يلا بينا. لحظه الحقيقه، انا والله ما عارف شكله. والله السندوتش الحجم بتاعه محترم. انا انا ما كنتش متخيل ان الوحش برجر بيعمل سندوتشات صغيره، يعني هو ما شاء الله عليه سندوتشاته قد كده. بس انا شامم ريحه حلوه. بس عايز اقول لكم ان حتى حجم سندوتش الاطفال بتاعهم حلو. يعني بصوا ده كده شكل السندوتش، ده كده حجمه جنب وشي والله قد سندوتشات عاديه من المطاعم. هم مستخدمين الخس النضيف ده مع كميه جبنه محترمه قوي، محترمه قوي قوي يعني، وقطعه برجر معموله على الفحم مع شويه الطماطم والمخلل والبصل. انا والله لو طفل وخدت القطمه دي هبقى مبسوط. يعني هو لسه محتفظ بان هو مستخدم العيش النضيف بتاعه اللي هو يا جدعان طازه جدا. طبعا لحمه البرجر خطيره خطيره خطيره، وصوص الجبنه كتير، فالاطفال بتحب صوصات الجبنه الكتير الصراحه. خطير. وبقى جاي معاه واحد عصير تفاح من بخيره. لازم ايه نعيش التجربه كامله. بس اللي انا لسه واخد بالي منه غريب في الوجبه دي ان هي مش جاي معاها بطاطس، بس هو كساندوتش لا مشبع قوي. يعني العيل ممكن ياكل نص الساندوتش ده ويبقى مكتوم. فيلا بينا على اللي بعده، وهو مطعم بازوكا. ولذيذ ان هم بالرغم ان عندهم العاب اطفال عاديه، بس عشان احنا داخلين على مدارس وبتاع لقيت عندهم لعبه اطفال عباره عن كتاب تلوين يعني بص هنفتحه كمان شويه، بس تعال نشوف يعني ايه اللي في كل البتاعه دي. الوجبه دي سعرها 130 جنيه وانا طالبها الستريبس. واحنا اول حاجه معانا هي وجبه الاطفال نفسها، وتاني حاجه معانا هذه الكيسه، ودي فيها العصير، واحد كوكتيل جهينه برضو مع رغيف عيش صغير. ده صغير يا جدعان مش شبه الكبير اللي بيجي مع الوجبات العاديه، مع المناديل والجلافز، واربع بواقي، لا ده 5 بواكي كاتشب. الناس دي كريمه قوي يا جدعان. تعالوا نشوف بقى ايه اللي موجود في الوجبه دي. بس قبل ما نفتحها عاملين حركه لذيذه ان هم راسمين لك متاهه عليها بحيث ان العيل يقعد يلعب وبتاع، يعني حركه لذيذه منهم. العلبه شكلها حلو الصراحه وكاتب لك عليها كيدز ميل. ماشي، في ريحه حلوه. وده كده يا جدعان شكل الوجبه من القلب. دي طبعا معانا بطاطس الميه بتاعتها كويسه قوي مش محروقه خالص. والتاني حاجه معانا وهي قطعتين ستريبس، الحجم بتاعهم كويس. بصوا حجمهم جنب ودني حلو قوي، الريحه بتاعتهم كويسه. بس تعالوا الاول نشوف بقى لعبه الاطفال دي. حط ده على جنب دلوقتي. بصوا ده كده شكل كتاب التلوين، جاي فيه قلم جاف وقلم رصاص مع علبه الوان جيلي صغيره. واخر حاجه معانا وهي كتاب التلوين نفسه مرسوم عليه دوره. لا ما تهزرش، ده مقلب ده يا جدعان. انا كده ضحك عليا، ده طلع سكتش عادي. انا كل ده متخيل ان هو كتاب تلوين. بص يعني هو لو كان طفل اكبر من 7 سنين كان مبسوط. طبعا كتاب بحاله، اصلا الاهالي ما يحبوش يشتروا الكراسي الكبيره دي، فالطفل هيبقى مبسوط بيها. بس انا تخيلت ان كتاب التلوين ده هيبقى فيه حاجه بتترسم هنا، وانا بقول ليه مدينا قلم رصاص وقلم جاف. ماشي يعني كده بقى ايه اكتب الريفيو بتاعي عن بازوكا في هذه البتاع. ماشي والله هديه قيمه. يعني انا عايز اقول لكم الهديه دي مثلا ممكن تبقى واقفه ممكن 30 جنيه لوحدها. كان نفسي في كتاب تلوين بجد، كان نفسي صور ويخسر. على بقى ايه نجرب الوجبه بتاعتنا. هنخش بقى حته الستريبس دي، اللون بتاعها ذهبي حلو قوي. فراخ بتقرمش، تزيد على الخفيف. طبعا اوريجينال مش سبايسي، بس عايز اقول لكم ان التتبيله حلوه، الاستريبسيه نفسها ملحمه. نعمل سندوتش اسمه في النص، نقطع حته ستريبس كده، نفتح الكاتشب بتاعنا ونغرق السندوتش كاتشب كده مع شويه بطاطس، وهذا هو السندوتش المثالي. خطير. لو طفل هبقى قاعد مبسوط. حلو قوي الصراحه. يلا على اللي بعده، وهو مطعم هولمز. وهولمز بقى عنده وجبات كتير، نوم واحد ونوم اتنين، عباره عن برجر فراخ وبرجر لحمه وناجتس ومش عارف حاجه فيها دبل. انا بقى جبت من عندهم النوم برجر فراخ لان الصراحه بيفكرني جدا بالهابي ميل بتاعت المطعم اياه. انا مش محتاج اقول ان العلبه شكلها حلوه قوي بالنسبه للاطفال. تعالوا نشوف الكيسه دي فيها واحد عصير جهينه تفاح. الكيسه دي يا جدعان فيها اللعب. الله يا عبد الله كمان شويه. تعالوا نشوف الموجود في الوجبه هنا. يعني
مليانه حاجات متروسه، علبه متروسه. يعني بصوا شكل العلبه عامل ازاي. اول حاجه معانا مناديل، تاني حاجه معانا بطاطس وبطاطس كرينكل، انا بتحب البطاطس دي اكتر، مع الساندوتش واتنين كاتشب. الهيصه دي كلها سعرها 110 جنيه. تعالوا الاول نفتح اللعبه. ايه ده فيها زرار، استنوا دي شكلها بتعمل حركات. ده انت لعبه ايه ده. بصوا يا جدعان ده كده شكل اللعبه. شكلها حلو قوي قوي قوي. فيها زرار من ورا مش عارف، تعالوا نشغله. بص هي بتنور. يعني بالنسبه لطفله صغننه هتبقى مبسوطه جدا بيها. انا اول مره اشوف باربي ميرميد. تعالوا بقى ايه نخش على الساندوتش. معلمين عليه اللي هو ليتل بايد تشيكن. ده كده شكل الساندوتش، ده كده حجمه جنب وشي، يعني مليان لحد ما. مع برجر الفراخ بتاعهم. مش بقول لكم مميز، العيش طازه جدا جدا. صوص المايونيز اللي بيحطوه خطير خطير خطير. برجر الفراخ نفسه بتاعهم يعني يا جدعان كوبي بيست من المطعم اياه. فيعني انا ليا ذكريات كتير قوي معاه. دلع البطاطس الكرينكل. يا سيدي. انا عايزكم صح يا جدعان تدوا تقييم لكل مطعم من دول كام من 10 كوجبات اطفال. يلا اللي بعده. مع البيتزا في مطعم بيتزا كوين، والبيتزا بتاعتهم سعرها 100 جنيه. هو كان عندهم العاب كتير قوي الصراحه، بس انا جايبهم تقريبا اخر ناس، فكنت تقريبا جبت كل الالعاب. فاللعبه الوحيده المختلفه عندهم كان البازل اللي هو الديك ده. جاي عصير بيتي الحمد لله، طلعنا بره جهينه مع كيسه صغيره فيها شوكتين وسكينتين، والله حركه لذيذه عشان لو ام بتاكل مع بنتها مثلا او ابنها. ومنديل فيه 4 بواكي كاتشب. يلا بينا بقى لحظه الحقيقه. بسم الله. ماشي والله حلو قوي. بيتزا شكلها تحفه يا جدعان. ده كده حجمها جنب وشي يعني كويسه بالنسبه لطفل، يعني دي كده بالنسبه له فاميلي. تعالوا نفتح اللعبه برده كالعاده. كده يا جدعان شكل دي خايف يفك مني. توقع هعرف احل اللغز ده ولا لا؟ ماشي يلا بينا. اخر واحده دي، الله اكبر. يلا بينا بقى نخش على البيتزا. هي بردت مني للاسف، بس فيها كميه موتزاريلا محترمه. يعني بصوا الطبقات والله تقريبا نصها موتزاريلا. دي طبعا الصلصه، لون الموتزاريلا حلو قوي. ايه ده بيتزا كوين ظبط المارجريتا بتاعته قوي. يعني العجينه بالرغم انها تبان تخينه، بس عايز اقول لكم ان هي هشه قوي 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 قوي. هو مغرقه صلصه الصراحه، والصلصه بتاعتهم التسبيكه بتاعتها محترمه، بس اكتر حاجه واضحه هنا هي الموتزاريلا. تاتش الموتزاريلا مع العجينه الهشه اللي هو العضه بتاعتها كده جميله وعلى الرايق. بتاع دي الصراحه المفروض اسيحها وبتاع، بس انا مش قادر يعني. كفايه كده عليا. بس انا لو سخنتها هاكلها كلها، فبلاش حرام. حلو قوي 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 قوي. يعني 100 جنيه لو شلنا منها اللعبه والعصير، فالبيتزا دي كده واقفه عليها مثلا تمام 70 جنيه. حلو جدا. فنخش بقى على اللي بعده. ده يا جدعان اكتر مكان انا وقفت قدام اللعب بتاعته حبه كده محتار اختار ايه. كان عنده العاب غاليه قوي. هي الوجبه غاليه اصلا ب 160 جنيه، اغلى وجبه معانا. بس مثلا كان عنده ساعات، عنده اورج كده بيتحط له حجاره وبتعمل مزيكا، عنده حاجات كتير. بس انا يعني جبت نضاره الشمس للاطفال دي. جبت ارخص حاجه بس قشطه، كان عاجبني قوي شكلها. معانا هنا عصير بيور، ده اكتر عصير صحي معانا، دي حاجه تحترم منهم. يعني ده 100% عصير طبيعي من جهينه. اما بقى بالنسبه للبوكس ده، فده برضو احلى بوكس اطفال فيهم. هو لو كان في بس كيدز اريا، او كل اللي فاتوا للاسف ما فيهمش كيدز اريا، ما اعرفش ليه. يعني احنا ممكن نعمل بقى ريفيوز للمطاعم اللي فيها كيدز اريا، بس ده مهم. يعني واحد معاه طفل عايز يروح ياكل في مطعم والعيل يلعب، يعني مفيش. ماشي شايف سندوتش حجمه كبير. يعني ده كده شكل موجود في البوك. اول حاجه معانا بطاطس كرينكل، بس ما عليهاش بهارات ياما الصراحه، بس بتقرمش عن بتاعت هرمز. ما حلو. تعال نشوف النضاره. ماشي. طب والله خامتها حلوه. بص شكل النضاره عامل ازاي. استنى حلو عليا. يلا بينا بقى على السندوتش نفسه. هما كان عندهم يا اما برجر يا اما تشيكن، بس انا رحت جبت البرجر. قلت ده هيبقى مختلف عن بتاع الوحش، لان ده مش برجر لان ده مش برجر مشوي على الفحم. طبعا البنايه بتاعت بافالو معروفه جدا. ايه ده دبل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. طب ما كنت عملتوه كبير مثلا. في امريكان تشيز هنا مع شويه الخس، مفيش طماطم ولا خيار ولا اي حاجه. ليه بقى؟ تعالوا ندوق. جدعان كل مطعم واخدني في سكه مختلفه تماما. بالنسبه لبافل برجر فهو تقريبا نفس المدرسه بتاعت هولمز، نفس المدرسه بتاعت ماكدونالدز. يعني لو جبت الساندوتش من الثلاث مطاعم دول تقريبا هيبقوا نفس الطعم. مش هكذب، الامريكان تشيز مخليه الساندوتش تحس ان هو بريميوم اكتر. العيش البطاطا برده مخلي الساندوتش بريميوم قوي. حته ان هو برجر دبل يعني متقله من الساندوتش نفسه، مخليه القطمه حلوه كده. بس كان عايز شويه بيكلز بجد. تعال نجرب الكاتشب بتاعه يا سيدي. تحفه. بيفكرني ماكدونالدز جدا وانا صغير. انا كانت خروجتي وانا صغير يا في مؤمن يا اما في ماكدونالدز، الاثنين بتوع سموحه اللي كان فيهم كيدز اريا. كنا بنقعد اليوم كله بنلعب، فده مديني نفس الفايبس بالظبط.
متعه. كان ناقصه كيدز اريا بس هو غالي. مثلا المطعم اللي جاي سعر وجبه الاطفال عنده 85 جنيه وبلعبه. لو مش اي لعبه يا جدعان، دي عروسه فروزن. يعني 85 جنيه مدينا واحد عصير مانجا بخيره مع باكت بطاطس محترم عملاق. بصوا عامل ازاي، والله كميه البطاطس اللي فيه مشبعه بالنسبه لطفل. حلو قوي برضه، مشوش عليها بهارات الشرق الاقصى. وطبعا اهم حاجه في الوجبه، وكان عنده حاجات كتير، يعني عنده سندوتش برجر، سندوتش فراخ. انا قلت ان هو مطعم مسلم تقريبا بس انا رحت جبت بقى اكتر حاجه هيلسي. هو سندوتش فراخ جريل، فراخ مشويه. صدقني كنت فاكره هيديني فراخ جريل بس طلع مديني فراخ جريل في عيش. هو في قطعتين فراخ التتبيله بتاعتهم كتير، بس السندوتش نفسه ناشف. يعني فين الصوصات والحاجات دي كلها؟ هو الصراحه ده اول مطعم انا جايبه، فهو غالبا برد. كان فين الخس والحاجات دي؟ انتوا فاهمين قصدي؟ المفاجاه دي تتبيله البانيه يا جدعان بيتي قوي 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 قوي. لو البانيه طعمه محترم لذيذ بقى في مطعم مسلم عن المطاعم اللي فاتت كلها، ان هو المطاعم بتاعته فيها كيدز اريا. بقى ايه، نشوف اللعبه بتاعته. شدها من شعرها إلسا يا جدعان. وجبه قيمه مقابل سعر ممتازه. فانا شايف ان بس كده احنا تقريبا جربنا كل المطاعم اللي فيها وجبات اطفال. عندي بقى سؤال مهم، ليه بقيه المطاعم ما عندهمش وجبه اطفال؟ يعني ايه الصعب اللي انت مثلا تجيب حته عيش صغيره وتعمل سيكشن للاطفال بوجبه خاصه بيهم، يعني مع شويه لعبه عندك؟ بس الموضوع مش مكلف قوي. مثلا احنا اسره رايحين مطعم، ليه ما فيش وجبه اطفال؟ ليه ابقى مضطر ان انا اجيب له مثلا فته؟ يعني ليه ما فيش مطعم سوري عنده وجبه اطفال؟ ده سؤال الحلقه النهارده. لو في مطاعم قولوا لي في الكومنتات. وطبعا المهم بالنسبه لي انكم تعملوا لايك جامد للفيديو. ايه رايكم بقى في يعني في اللوك ده؟ تمام، انا شايف ان هو حلو قوي. وطبعا رايكم مهم جدا عن انهي مطعم يعني فاز معانا، او يعني احسن مطعم قدم لنا بقى ايه يعني التجربه الكامله بالنسبه لطفل. بس بقى ما تنسوش اللايك الجامد. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.